حبايب قلبي، احلى شويه عدس يستاهلوا بقوك الجميل دوت بشويه بتنجان وفلفل مقلي. اقسم بالله تحفه، ومحتاجين شويه عيش ناشف ويبقى كده جامد. اقسم بالله جامد. اللي عايزه تعرف الطريقه بسرعه خش بسرعه على القناه هتعرفوا الطريقه بسرعه. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى يا جماعه، النهارده اقسم بالله كنت تعبانه قوي من ترويق الشقه. قلت يا بت ايه، هنعمل اكله كده سريعه وخفيفه وحلوه. هي ما تنفعش في الحر، بس احنا عملناها، احنا بنعمل الحاجه اللي ما بتنفعش. تمام، هاتوا حله كده معايا ويلا بينا بالصلاه على النبي. اعملوا اللي بقول لكم عليه ده. شويه كوسه حلوين كده تكوني مخرزاهم في الفريزر، يكونوا عندك في التلاجة. اللي يريحك، اللي متوفر عندك هاتيه. تمام. بصوا بقى، شفتوا الحله الحلوه دي؟ عندي كوسه، جزر، بطاطس، بصل، طماطم، عدس، فلفل، ثوم. تمام كده. يلا كده كده حطينا الكوسه وحطينا الجزر والطماطم واحده واحده اهو، وبصل. هتقولي لي يا مجنونه الجو حر، هقول لكم ما هو عشان انا مجنونه عملته. تمام. حطيت قرن فلفل حراق كده، على قرن فلفل رومي، على فصين توم، على حبايتين بطاطس حلوين. تمام. على شويه عدس حلوين كده برضو زيكم كده، وعسل زيكم كده. التوابل بتاعتنا بقى مكعب مرقه، فلفل اسمر، شطه، ملح. هتقولي لي حطيتيه دلوقتي؟ انا بحب يا جماعه احط التوابل مع الحاجه وهي بتستوي، بتديني طعم تاني. الشعريه اكيد مش هحطها برضو دلوقتي، كده تبقى الجنونه كملت. هنزل عليهم بقى بشويه ميه سخنين حلوين كده. عشان ليه بقى؟ قولوا لي عملت عدس، قولوا لي ليه. نفسي حد يسالني ليه. انا عملت عدس، مسكنا الشقه. طبعا اليومين اللي فاتوا انا ما نزلتش فيديو، من 3 ايام ساعه ما عملت الكبده ما نزلتش فيديو. تمام. ليه بقى؟ مسكت الشقه، غسلت فرش ارض، فرش سراير، فرش ستاير. هديت الشقه خالص، والله العظيم ما كنت فاضيه امسك حتى التليفون. انا حتى ما ردتش على التعليقات عشان خاطر والله العظيم ما كنت فاضيه بجد. طبعا لما بفضى باجيلكم. تمام. عشان انا في العيد كنا شغالين في الرقاق، ما عملناش اي حاجه وما عملتش الشقه. فاللي هو كنت ماشيه حالي لحد ما رجعت واستوعبت نفسي تاني، ورجعت لنفسي تاني. قلت ارجع بقى للشقه ونرجع بقى للفيديوهات بتاعتنا. وقلت اعمل شويه عدس حلوين زيكم كده. تمام. حطيت عليهم شويه ميه حلوين وحطيتهم على الحله، حطيتهم على البوتاجاز بيغلوا بالمنظر ده. اقسم بالله الريحه تخليكي تاكليه كده. بصوا بقى، في ناس ما بتحبش الكوسه في العدس. تمام. في ناس ما بتحبش البطاطس في العدس. في ناس تحطلك حبايه قوطه واحده، في ناس ما تحطلهاش قوطه اصلا. يعني في ناس تقولك العدس ده عباره عن بصل، جزر، عدس. بس اقسم بالله كل المكونات اللي احنا حطيناها دي بتبرد العدس، بتخليه طعمه جميل، ما يحماش على الصدر كده. انا بوصف لكم في جماله، والله العظيم انا عيالي بيتخانقوا معايا عشان اعمله على طول. رغم الجو حر يتخانقوا معايا، يقولوا لي اعمليه على طول، سواء العدس او البصاره. تحفه. بصوا كده بقى، انا حطيت شويه معلقه سمنه على معلقتين زيت، وهحمر الشعريه. مش مكتره شعريه عشان احنا ايه، بنحبش الشعريه كتير في العدس. تمام. بصوا شكله، والله العظيم انا كنت بنقي البطاطس وباكلها كده وانا واقفه، كانت تحفه مع الجزر كده، يا لهوي على الجمال. وقرن الفلفل اللي انت بتحطيه حراق، مش مديها سنه حرقان، عشان انا حماتي ما بتحبش الحراق عامه. بص احمد عمال يقول لي خلصتي العدس يا ماما؟ اقول له لا لسه. طبعا انا كنت تعبانه، واول ما قالوا لي اعملي عدس قلت بقى ايه، والله لا اعمل شويه عدس واريح نفسي، عشان مش قادره بجد اقف اعمل اي حاجه. بصوا كده، حطيت فلفل حراق وفلفل رومي، واحط توم. بصوا بنقيه عشان كنت مقشراه في الطبق نفسه وما شلتش لسه القشر. واعمل بقى طبعا عدس يعني بتنجان مخلل، يعني فلفل مقلي وبتنجان مقلي. طب خلاص اما اخلص، اصل انا بكلم عيالي وانا بدمج الفيديو، اسيبهم يخشوا ورايا. والله العظيم انا بدور على مكان مغلق ما فيهوش حد عشان اعرف اتكلم معاكم واعرف ادمج الفيديو واوصل لكم الحاجه اللي انا بعملها. تمام. حمرنا الشعريه في نفس الحله، ما رحناش بعيد عشان ما حدش يقول لي الحله بص عامله ازاي. الحله اللي انا سلقت فيها العدس، شلت العدس منها بعد ما استوى، حطيته في البوله بتاعت العجان، حله العجان حطيته فيها كده.
واستخدمت الحله. وانا هعمل 100,000 حله؟ مش هعمل 100,000 حله. اللي انا استخدمته هو بس اللي انا ايه هعمل فيه الاكل. يعني بستخدم حاجات بسيطه. انا تعبانه. الناس هتقول لي ايه ده الرعد نزل عامله ساعات عشان يدفكوا. انا بصوا انا حتى ايه حماتي بتقول لي هتعملي عدس. انا هي قالت كده راح كله قال الله احنا عايزين ناكل عدس. ان هم بيعشقوا حاجه اسمها عدس اصلا. كان عندي بتنجالتين كده في التلاجة، قلت يلا على ابو ما حد حوش، طلع كل اللي في التلاجة واعملي. لميت القوطه والبطاطس والكوسه. شفتوا شويه الكوسه دول؟ بصوا بقى هقول لكم، لو انتوا مش عايزين تشيلوا الكوسه للعدس، اللي بتعمل محشي الكوسه بتخسري كتير قوي لما بترمي قلب الكوسه بتاعك. ليه بقى؟ انا ما برمهوش، باخد قلب الكوسه الحلو الجميل دوت بشيله في كيس نضيف واشيله في الفريزر. لما اجي اعمل عدس بطلعه. بدل ما تخسري الكوسايه، لا منك هتستفادي بالكوسه في المحشي، وفي نفس الوقت بتستخدمي قلبها في العدس. على فكره في حاجه انا هفتن عليها في الفيديو دوت، الله والله العظيم، والله اول مره جوزي يعرفها النهارده وانا بدمج معاكم الفيديو ده. جوزي ما بياكلش الكوسه، وكذا مره لما يعرف ان انا ما هحط كوسه في العدس يقول لي لو حطيت الكوسه في العدس مش هاكلها. تمام. انا بقى حبيت اعمل الفيديو واطلع اقول انا حاطه فيه ايه عشان خاطر يعرف فعلا الحاجه اللي بتعجبك اللي انت اصلا ما بتاكلهاش. كده حنين هي اللي كانت بتقلب. هو احنا هنحصل ما بيننا نقار النهارده لما يشوف الفيديو ده. ليه؟ عشان الكوسه بس. والله العظيم بياكلوا على طول. انا بعمله كده، هي دي طريقتي. بصوا بقى انا لما حطيت الحياء لقيته محتاج حياء، شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وظبطت الدنيا كده. ما بياخدش 5 دقايق على النار بعد ما بتسويه وتيجي تفرميه وتحطيه على الشعريه. ما بياخدش معاكي 5 دقايق. حبايبي بقى اللي بيخشوا يتفرجوا عليا وبيستخسروا فيا اللايك، اعملوا لايك بجد عشان يعني فيديوهاتي توصل للناس كلها بجد. انا بجد يعني نفسي اكبر معاكم كده بالحاجه الحلوه اللي انا بعملها دي، ونفسي تقولوا لي رايكم ايه. حنين لابسه الزعبوط ولابسه الجاكيت. على فكره الترنج ده صيفي عشان ما حدش يقول لي الترنج ده شتوي. محدش يقول لي ايه الرعد اللي انتوا فيه ده. طبعا هي مكسله تلف الطرحه، راحت حاطه الزعبوط. الترنج ده صيفي خفيف طبعا عشان هي عروسه ما ينفعش تطلع بنص كم، خلاص كبرنا كده يا حبايبي بقى. على فكره انا عملت اخر فيديو كانت الكيكايه عشان تعرفوا ان انا مش مركزه قوي. الكبده وبعد كده الكيكايه. تمام. عشان انا والله العظيم ما مركزه بجد. كده بقى حبايه قوطه خرطناها. لو عندك كبه الصغيره بتاعت الدقه كنت عملت والله، بس ما عنديش. هعمل ايه؟ بصوا روما بقى مش لابسه الزعبوط. هتتفاجئ اصلا اللي هي بتتصور ومش لابسه الزعبوط. تمام. اخر فيديو عملته بتاع الكيكايه عشان خاطر عيالي لما قلت لكم ان هم نجحوا، وعملت لهم احلى كيكه كده. ويا رب دايما يكونوا من الناجحين هم واللي زيهم ان شاء الله يا رب. يا رب كده تشوفوا ولادكم زي ولادي واشوف ولادي زي الناس كلها. يا رب كده يكون الفيديو خفيف على قلوبكم والطريقه والفيديو عجبكم والرغي بتاعي عجبكم. بس والله العظيم انا برتاح لما بعمل فيديو واقعد اتكلم، بحس ان الناس بتسمعني. بصوا بقى البتنجاله متحمره من جوه والله العظيم جميله جدا. احلى شويه عدس وبتنجال وفلفل بقى واديله ادي، اقسم بالله تحفه. ويا رب كده يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. واللي اول مره يشوف القناه يخش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي انا. وشجعوني بجد، نفسي اعمل حاجات كتير معاكم بس عايزه تشجيع. شفتوا انتوا اللي عايز زقه ده اهو، انا عايزه زقه كده عشان اقدر ايه اعمل كل حاجه معاكم. قولوا لي بس رايكم في العدس، وقولوا لي على طريقه المخلل. اكيد طبعا مش هرمي الدقه دي، شكله اصلا انا جحت يعني كلنا وجحت. لو عجبكم الفيديو لايكات كتير 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 والتعليقات، وقولوا لي رايكم ايه. ويا رب كده يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. كده جينا على الطبليه بقى. بصوا الشكل الجميل بقى. عاملين عيد، عندنا عيد وفرح عشان عاملين شويه عدس. قومي جربيه بالطريقه دي هيعجبك جدا. ومع الف سلامه يا حبايب قلبي. مع السلامه.